بيبدأ فيلم الرعب بطفلة صغيرة بتغرق في حمام سباحة وبتنادي على والدتها، وبعدها بنروح لعيلة إيريك وهم رايحين لبيت جديد في بلد تانية، وبيوصلوا البيت وبتقول راشيل لجوزها إيريك إن البيت عاجبها وذوقه حلو، وبعدها بيفرجها إيريك على باقي البيت وبيقول لها إنه محتاج بس شوية تعديلات وهيبقى أحسن، لكن بتستغرب راشيل إن المستأجر القديم سابه، فبيقول لها إيريك إنه غالبا سابه عشان اتزنق في الفلوس، وبعدها بتقعد راشيل ترتب المكان، بس فجأة بتلاقي كرة بتقع من على السلالم، فبتطلع وبتلاقي صندوق واقع على الارض وبتشوف فيه عروسه لعبه كبيره، فبتتخض وبتاخدها وبترميها. وتاني يوم بتحضر راشيل لابنها وبنتها الفطار، بس بنتها ابريل بتكون متضايقه وبيحاول والدها يهزر معاها بس بتفضل زعلانه، وبعدها بيوصل إيريك ابنه وبنته للمدرسه، وفي الوقت ده راشيل بترتب البيت بس بتشوف في الدولاب العروسه اللعبه اللي هي رمتها، فبتتخض وبتاخدها تاني وبترميها. وبيروح إيريك للشغل وبيتعرف على زمايله هناك، وبيتعرف على زميله جيمس، وبيقول له إيريك انه اضطر ينقل للمكان ده عشان شغله في بلده وقف، وانه عجبه عرض الشغل في البلد دي. وبعدها بالليل بتتكلم راشيل مع إيريك وبتقول له انها هتتابع مع دكتور نفسي جديد، فبيشجعها على الخطوه دي. وبعدها بتظهر طفله قدام البيت وفجاه بيتحول شكلها لشبح، بس بيكون حلم، وبتصحى راشيل من النوم وهي مفزوعه. وتاني يوم بتروح راشيل لابنها عشان تصحيه، بس بتلاقي العروسه اللعبه معاه، فبتتعصب عليه وبتزعق له وبتاخد العروسه وبترميها برضه، بس بعدها بتصلح راشيل ابنها وبتعتذر له عشان اتعصبت عليه، فبيقول لها انها ما بتحبش الضلمه. فراشيل بتستغرب من كلامه وما بتبقاش عارفه هو يقصد ايه. وبعدها بيقول إيريك لجيمس انه حابب يعزمه في البيت عنده، وبعدها بيتصل إيريك على راشيل وبيقول لها انه هيعزم صاحبه ومراته، فبتضايق راشيل عشان ما قالهاش قبل ما يعزمه، وبتقول له ان بيتهم مكركب لسه، وبتطلب منه انه يعرفها بعد كده قبل ما يعزم حد. وبعدها راشيل بتروح للدكتور النفسي وبتتكلم معاه وبتقول له ان عيلتها كانت بتدور على فرصه جديده يقدروا يتجوزوا بيها موت بنتها أليس، وبتقول له ان أليس كانت توأم ابنها أندرو وماتت من 6 شهور وحياتهم اتغيرت من يومها، وعشان كده جوزها قبل الشغل في بلد تانية. وبالليل بيجي صاحب إيريك جيمس ومراته فانيسا وبيتعشوا سوا، وبتتكلم فانيسا عن جدتها وبتقول انها بتعرف تتواصل مع العالم التاني وانها روحانيه وانها بتشوف نفسها شبه جدتها، وبتحس لو في حاجات غريبه، بس بيكون إيريك ومراته مستغربين من كلامها لكن بيقعدوا يهزروا. وفجاه بينزف أندرو وبتتخض راشيل وبتجري عليه وبتسعفه، وبعدها بيقول أندرو لوالدته انها خلتها تتضايق، فبتستغرب والدته من كلامه. وبعدها بيكون لسه جيمس ومراته موجودين، وبتتكلم فانيسا مع إيريك وبتطلب منه يبعد عن اوضه معينه في البيت، فبيستغرب إيريك بس بيودعهم وبيمشوا. وبعدها بتقول فانيسا لجيمس انها حاسه ان في حاجه غريبه ومش مريحه في البيت وانها مش عايزه تروح البيت ده تاني. وبعدها بتظهر أليس وهي قاعده جنب أندرو وبيتحولوا هما الاتنين لاشباح. وبعدها بتفوق راشيل وبيكون كابوس. وتاني يوم الصبح بيحاول راشيل وإيريك انهم يخلوا بنتهم تخرج معاهم، بس هي بترفض وبتقول لهم انها هتقعد في البيت ومش عايزه تخرج وهتقعد تقرا كتاب احسن، فبيسيبوها وبيمشوا. وبعدها بيقول إيريك لراشيل انهم لازم يخرجوا ابريل من الحاله دي، بس في نفس اللحظه بتكون ابريل قاعده بتقرا وبتظهر واحده اسمها ليلاس وبيتعرفوا على بعض وبيتصاحبوا. وبعدها بتقعد تتكلم راشيل مع ابنها وبتقول له ان اللي بيموت بيروح لمكان تاني وانه ممكن يعتبر الميت نايم، فبيقول لها أندرو ان يبقى كده اللي بينام بيصحى عادي. وبيعدي اليوم عادي، وبالليل بتسمع راشيل وهي نايمه شبح بنتها وبيطلب منها تصحى وبيقول لها انه كل حاجه وحشه بتحصل وهي نايمه، فبتصحى راشيل وهي مفزوعه. وتاني يوم فانيسا بتروح الشغل لإيريك وبتقول له انها اتكلمت مع جدتها عن بيتهم وقالت لها انه المفروض ياخد باله كويس الفتره دي لان تاريخ البيت مقلق، وكان في بيت مبني في نفس المكان الاول، وان اللي كانوا شغالين في البيت ده اتمردوا على اصحاب البيت وحبسوهم في اوضه تحت الارض وحرقوهم، ومن يومها والمكان ده ملعون وان عيلته مش في امان. ولما مش بيصدقها إيريك بتمشي وبتسيبه. وفي الوقت ده بتروح راشيل لاوضه ابنها وبتحس انه بيلعب مع حد بس بتلاقيه لوحده، فبتستغرب وبتساله عن الشخص اللي كان بيلعب معاه، فبيقول لها أندرو انه مش بيلعب مع حد، بس بتلاقي راشيل العروسه معاه، فبتضايق وبتزعق له وبتاخد العروسه وبتحرقها، لكن بتظهر العروسه مره تانية لابنها. وتاني يوم أندرو بيكرر الكلام اللي قاله لوالدته قبل كده وبيقول لها ان الاموات بتصحى عادي، فبتستغرب راشيل. وبعدها بتسمع اصوات غريبه جايه من اوضه ابنها، فبتكلم جوزها وبتقول له انها بتسمع اصوات غريبه في البيت، فبيقول لها ان ممكن يكون في حشرات في البيت او بتتخيل. وبتسمع راشيل صوت غريب وبتروح تشوف جاي منين، بس فجاه المج بتاعها بيقع لوحده وبيتكسر، فبتتخض راشيل. وبعدها بتركب راشيل عربيتها لكن بتعطل، بس بيظهر لها واحد فجاه وبيساعدها. وبعدها بتروح راشيل للدكتور وبتقول له انها حاسه بالذنب عشان هي السبب في موت بنتها، وان يومها جوزها خد أندرو وابريل لحديقه الحيوان، وفضلت هي مع أليس لانها كانت تعبانه، بس هي كانت عايزه تنام، فسابت بنتها في اوضتها ونامت، لكن بعد ما صحيت ما لقيتهاش في الاوضه ودورت عليها في كل البيت ولقيتها غرقانه في حمام السباحه. وبعدها بالليل بتخرج راشيل مع جوزها وبتيجي
بتيجي صاحبة ابريل وبتقعد معاها، بس اندرو بيروح لابريل وبيطلب منها تقرا له قصة، فبتزعق له وبتقول له انها مش فاضية وبتطلب منه يسيبهم لوحدهم، فبيزعل. وبعدها راشيل وإيريك بيرجعوا من بره، وبتروح إيريك تطمن على ابنها وبنتها، والدنيا بتكون تمام. بس الصبح بتيجي مكالمة غريبة لراشيل وبيقول لها شخص ان المفروض ما تنامش عشان ما يحصلش اي حاجة وحشة، فبتتخض راشيل وبتقفل التليفون بسرعة، بس بعدها بيرن تليفون تاني فبتقلق، لكن بتقرر ترد وبتلاقي جوزها اللي بيتصل عشان يطمن عليها، فبتقول له انها كويسة. وبتقرر راشيل تحط تسجيل في أوضة ابنها عشان تعرف لو في حاجات غريبة بتحصل في أوضته. وبعدها بتلاقي صندوق فيه صور للبيت اللي قاعدة فيه، وبتلاقي صور للعروسة اللي بتشوفها، فبتتخض وبتقفل الصندوق بسرعة. وبالليل إيريك بيجيب ورد لراشيل وبيحاول يهديها، وبعدها بتروح تنادي ابنها عشان يتعشى، وبتاخد راشيل المسجل من تحت السرير وبتروح أوضتها عشان تسمعه، بس بتتخض لما بتسمع صوت تاني مع صوت ابنها، وبتقلق وما بتبقاش فاهمة ايه اللي بيحصل. وبعدها بتقعد تتعشى معاهم وبتكون مش على طبيعتها وسرحانة، فبتستغرب ابريل وبتقعد تنادي عليها، بس راشيل ما بتاخدش بالها وما بتردش عليها. وبالليل راشيل بتكون نايمة بس بتسمع اندرو وهو بيصرخ، فبتجري عليه هي وإيريك، وكان هيغرق في حمام السباحة، بس بينزل إيريك بسرعة وبينقذه. وبتكون راشيل منهارة وبتقعد تزعق لابنها وبتقول له انه المفروض ما ينزلش حمام السباحة خالص وانه كان ممكن يغرق، فبيحاول إيريك يهديها وبيطلب من ابنه بهدوء انه يوعده انه ما ينزلش حمام السباحة تاني. وإيريك بيقول لراشيل انه عارف انها الليلة صعبة عليها بس عدت على خير والمفروض تهدى. وبعدها راشيل بتروح تعتذر لابنها عشان زعقت له، فبيقول لها انها خلت العروسة تتضايق، فبتستغرب راشيل من كلامه. وبعدها بتتكلم راشيل مع جوزها وبتقول له ان في حاجات غريبة بتحصل في البيت، وانها خلاص ما بقتش قادرة تستحمل، وانها مش حاسة بالامان، وبتقول له انها مش عايزة حمام السباحة اللي موجود، فبيقول لها انه هيعمل لها اللي هي عايزاه وبيحاول يهديها، بس بتكون راشيل متضايقة وبتسيبه وبتحاول تنام. وتاني يوم ابريل بتكلم والدها وبتقول له ان والدتها بتتصرف بشكل غريب الفترة الأخيرة، فبيقول لها انها تعبانة شوية. وبعدها بتروح تسمع راشيل التسجيل اللي حطاه في أوضة ابنها، وبتسمع برضه صوت غريب معاه وبيقول لابنها ان عيلته بتكرهه وخصوصا والدته، فبتنهار راشيل لما بتسمع الكلام وبتروح تكلم جوزها وبتقول له انها عايزة تعرفه حاجة مهمة، وانها مش قادرة تقعد في البيت ده ولازم يسيب الشغل ويرجع لها. بس إيريك بيقول لها ان عنده شغل مهم ومش هيعرف يسيبه، فبتضايق راشيل وبتقفل التليفون. وبعدها بتروح راشيل للدكتور النفسي وبتحكي له عن اللي حصل، وانها بتشوف وتسمع حاجات غريبة في البيت، فبيقول لها الدكتور ان ممكن تكون بتتخيل حاجات مش موجودة بسبب حزنها الزايد على بنتها واحساسها بالذنب. فبتقول له راشيل انها معاها الدليل وبتشغل تسجيل الصوت، بس ما بتلاقيش غير صوت ابنها، فبيقول لها الدكتور ان ابنها بيلعب عادي ومفيش حاجة غريبة في التسجيل. فراشيل بتستغرب وبيقول لها الدكتور ان دي الطريقة اللي بيتعامل بيها عقلها الباطن بعد حادثة بنتها، وانها لازم تتصالح مع كل اللي حصل في الماضي. فبتقول له انهم كلهم بيتظاهروا من وقت موت بنتها انهم كويسين وكأن مفيش حاجة حصلت وما بيتكلموش عنها خالص. فبيطلب منها الدكتور تسيب حاجات بنتها عادي في البيت وما تتخلصش منها وتعبر عن حزنها، وبيكتب لها الدكتور كمان شوية مهدئات عشان تاخدها. وبترجع راشيل البيت وبتسمع كلام الدكتور وبتعلق برواز بنتها أليس على الحيطة، بس بيخبط الباب فجأة، فبتفتح وبتلاقيها جدة فانيسا مرات صاحب إيريك، وبتقول لها انها خايفة عليهم وهم موجودين في البيت وانهم بيعرضوا نفسهم للخطر لو فضلوا فيه ولازم يسيبوا البيت ويمشوا. فراشيل بتستغرب من كلامها، فبتقول لها جدة فانيسا ان تاريخ البيت ده طويل وان العيلة اللي اتحرقت في مكان البيت ده مش هيسيبوهم في حالهم. فبتتعصب راشيل عليها وما بتصدقهاش وبتطلب منها تمشي. وبالليل بتتكلم راشيل مع جوزها عن الكلام اللي قالته جدة فانيسا، وبتقول له انها مش عايزة صاحبه ولا حد من عيلته يجي لها البيت تاني. وبعدها بتنام راشيل بس بتصحى على صوت بنتها أليس وهي بتعتذر لها على اللي هي قالته لها وانها وحشتها، فبتعيط راشيل. وتاني يوم بتروح ابريل تقابل صاحبتها ليلاس بس بيتخانقوا وبتسيبها وبتمشي. وفي الوقت ده بتطلع راشيل حاجات بنتها أليس من الصندوق وبتقعد تعيط. وبعدها بالليل بتسمع راشيل صوت بنتها وهي نايمة، فبتصحى وبتقعد تلعب معاها، بس في اللحظة دي بتبقى راشيل بتتخيل العروسة المحروقة بنتها. وبعدها بتكون راشيل مبسوطة وبتقول لجوزها انها هتاخد ولادها الحديقة عشان يغيروا جو. وبتقعد تتكلم راشيل مع ابنها وبيكلمها تاني عن اخته وبيقول لها انه قلقان، فبتطمنه ان مفيش حاجة وحشة هتحصل. وبعد شوية بتتخيل راشيل ان اندرو بيزق أليس في المية، فبتتخض وبتقوم تجري عليه وبتحاول تنقذها، بس بتلاقيها اختفت. وبتقعد تزعق راشيل لابنها، فبيقول لها انه ما زقش حد خالص وما كانش فيه حد معاه. وبتستغرب ابريل من اللي بيحصل وبتكلم والدها وبتطلب منه انه يجي لهم، وفعلا بيروح لهم إيريك وبتقول له واحدة ان مراته بتتخيل حاجات ما حصلتش وما حد شاف اللي هي بتقول عليه، فبيقول لها انها مضغوطة بس الفترة الأخيرة مش اكتر. وبياخدهم إيريك وبيرجعوا البيت، وبتقعد تلعب راشيل مع العروسة على اساس انها بنتها. وبتتكلم ابريل مع والدها وبتقول له ان والدتها بقت بتنام كتير وبتفضل قاعدة لوحدها وتصرفاتها بقت غريبة، فبيقول لها إيريك انه هيحاول يتصرف ويتكلم معاها. وبعدها إيريك بيرجع الشغل تاني وبتجيب
فبتجيله فانيسا وبتحذره من البيت اللي هو قاعد فيه، فبيقول لها إريك إنه مش عايز يسمع كلامها. وفي الوقت ده الدكتور بيتصل على راشيل عشان ما جاتش الجلسة بتاعتها، فبتقول له إنها بقت كويسة جدا وإنها خفت ومش محتاجة علاجه. فبيستغرب الدكتور وبيقول لها إن مش المفروض تبطل جلساتها مرة واحدة، بس راشيل بتقفل التليفون ومش بتسمعه. وبالليل بتصحى راشيل من النوم وبتتحرك ناحية صوت بنتها، بس جوزها بيصحى فجأة وبيلاقيها واقفة قدام ابنها أندرو وهي ماسكة سكينة. فبيتخض إريك وبياخد منها السكينة وبتفوق راشيل وما بتبقاش عارفة ازاي السكينة جت في ايديها، وبتقول له انها كانت بتطمن على ابنها. وبتظهر العروسة جنب أندرو فبيقوم وبيحطها في الدولاب. وتاني يوم بيقعدوا يفطروا سوا، وبعد شوية بيمشوا وبيسيبوا راشيل لوحدها. وبعدها بيتصل إريك على الدكتور النفسي اللي بتتعالج عنده راشيل وبيروح يقابله، فبيقول له الدكتور ان راشيل بطلت تروح له وبيعرفه اللي هي قالته له وانها تعافت من صدمة بنتهم أليس. فإريك بيستغرب وبيقول له ان ده مش اسم بنته، وبيسيب الدكتور وبيمشي. وبيكلم إريك فانيسا وبيسألها عن السبب اللي خلى آخر عيلة تسيب البيت ده، فبتقول له ان بنتهم غرقت في حمام السباحة. فبيرجع إريك بسرعة على البيت وبيلاقي الكهرباء قطعت، وبيقعد يدور عليهم بس ما بيلاقيش حد، وموبايله كمان بيفصل شحن. وبعدها بيلاقي راشيل قاعدة على الكرسي وشايلة العروسة ومش بترد عليه، وبيقعد يسألها عن ابريل واندرو بس بتقول له انهم بيلعبوا في أوضة. فبيسألها عن مكان الأوضة دي بس ما بتردش عليه، فبيسيبها إريك وبيقعد يدور على ابنه وبنته بس مش بيلاقيهم. وبيدخل أوضة غريبة وبيلاقي ناس شكلهم من عصر قديم وبيحتفلوا، وبيظهر الشخص اللي صلح العربية راشيل وبيكون صاحب البيت القديم، وبنته بتكون ليلاس صاحبة ابريل. وبيتكلم صاحب البيت وبيشكر الناس اللي معاه عشان ساعدوه يحمي بنته، وبيقول لهم ان في شخص موجود معاهم المفروض ما يبقاش موجود. وبتتحرك الناس ناحية إريك مرة واحدة فبيتخض، وبعدها بيتحول صاحب البيت لشبح وبيكلم إريك وبيقول له ان ده مش بيته والمفروض ما يسكنش فيه. وبعدها بيحاول إريك يهرب منه وبيقعد يدور على ولاده بس مش بيلاقيهم. وبيفتح إريك الدولاب وبيلاقيه مفتوح على أوضة تانية، فبيدخلها وبيلاقي صندوق وبيحاول يفتحه بس بيظهر شبح قدامه، فبيطلع يجري من الأوضة بسرعة. وفجأة بيشدوا صاحب البيت بالحبل من رقبته وبيختفي إريك. وبعدها بتعدي سنة وبتكون راشيل قاعدة مع الدكتور النفسي وبيسألها عن مكان جثة جوزها وولادها، بس راشيل بتفضل ساكتة وما بتتكلمش. فالدكتور بيمشي وبيسيبها، وهنا بيخلص الفيلم.